السلام عليكم. بسوي معاكم كفتة الدجاج بأسهل طريقة وبأسهل مكونات عندك. بإذن الله تضبط معك وانتي بإبداعك وتجاربك إن شاء الله تضبط معك. وأكرر وأعيد أن التجربة خير برهان. حتى لو غلطتي مرة مرتين ثلاث، أعيدي الكرة حتى تتقني الشيء. ابن آدم لم يخلق متعلما، يعني يليت تجربون كثير حتى تضبط معاكم. عندي هنا صدور دجاج، على حسب إذا عندك لحم إذا عندك دجاج اللي تبين، أو على حسب ما تريدين. عندي هنا صدور دجاج بفرمهم إن شاء الله بالآلة. أيضا عندي البهارات، عندك أي بهارات حطي، لكن أهم شيء يكون عندك الملح وعندك فلفل سواء أبيض أو أسود، كمون وبريبيكا، عاد أنتوا على حسب يعني بهاراتكم. وعندي هنا بصلتين، وعندي بقدونس، وعندي 3 فصوص ثوم، وبطاطسة صغيرة. البطاطسة اختياري، أنا أحب أن تكون لذعة أو طعم البطاط في اللحم، فأنا من النوع اللي يحبها وتعطي بعد أيضا نكهة وتعطي اللهم صل على النبي طعم يعني. هذا بالنسبة. نبدأ بإذن الله. أغلبهم يفرم اللحم فقط، أنا لا، بأفرم المكونات مع بعض. الشيء الثاني اللي بضيفه دبس الرمان. مرة يعطيك نكهة ويكسر أو يكسر طعم أو حدة الدجاج، فدبس الرمان حلو أيضا. هنا وضعت الدجاج أخلط، عفوا أفرمه، وأبدأ أضيف بعد ما أفرمه أبدأ أضيف المواد الباقية يعني. هنا تلاحظون خلاص فرمنا فرم ناعم. أضيف البصل والبطاط والثوم، وأضفنا كل المكونات، باقي البهارات والملح نضيفها، ويعني بعد ما نضع ذي بصحن نضيف بهارات ونشكلها باليد، وبتشوفون الطريقة. هنا أضفت البهارات ونبدأ يعني تحريكها، وبعدين نسويها زي الكور الصغيرة. ثم إذا بتسوينها الآن ولا إذا تبينها يعني فيما بعد وتستغلين الوقت، تكورينها وتحطينها في الفريزر حتى وقت أنك يعني تزينينها. أو إذا عندك وقت أو تبين كمية كبيرة، سوي لك كمية كبيرة وحطيها بالفريزر، وزعيها يعني وتوزيع يعني مثلا حطي 15 كذا على الوجبات اللي بتسوينها. مرة يا بنات الطريقة سهلة وما تاخذ منك وقت. إذا ما عندكم إذا ما تحبون يعني تفرموا البصل كذا مرة ناعم، فنفس طريقتي حطيت فرمت اللحم أكثر شيء، فرمته حتى جاء ناعم، ثم وضعت البصل والثوم والبطاط. لو تلاحظون تجدون شوف يعني فيه، ليش؟ لأني ما طولت في فرم. إذا ما تبون تفرمونه في الآلة أيضا قطعوه صغير. إن شاء الله الآن يعني بكورة. شوفوا شكلها كيف. تقدرون يا بنات أيضا ما تحطون ثوم، اللي ما يحب الثوم يقدر ما يحطه، اللي ما يحب البطاط لا يحطها. يعني إذا أغلب المكونات ما هو عندك زي البهارات وكذا ما عندك مشكلة. أهم شيء اللحمة والبصلة ويلا
يدام بسويه معاكم إن شاء الله. هذا الشكل يا بنات بعد ما حطيت البهارات. اللي ما عندهم اللون كذا بدل ما كان أبيض، هي البهارات وخاصة البريبيكا الحلوة. اللي علينا إن نسوي الأشكال اللي نبيها، لو دوائر كذا، يعني نحطها في الفريزر ونتركها ترتاح ونبدأ في الطبخ. ويلا أشوفكم على خير. كذا خلصت. يعني دورتها بعد ما فرمتها وكذا. سويتها كور صغيرة. شيء بحطه أحطه بالفريزر بهالصينية. إذا خلاص ثلج أبدأ أوزعه في أكياس. هذه أسهل طريقة، وشيء بطبخه. يا بنات، في عندي دجاج جاني يعني مو مجمد، يعني مبرد. فبتبله وأوزعه في الثلاجة. هذه كيف فكرة، يعني تبله سواء حار أو بارد، يعني بهارات حارة أو باردة، وثوم وكذا أشياء مطحونة، يعني بصل مطحون، ثوم مطحون، وبهارات وملح وكذا. إذا ما عندكم ثوم مطحون وبصل فبإمكانكم أنتم بأنفسكم تسوونها. ويعني أتبله وأوزعه في أكياس، حتى الطبخة أو الشوي أو أي شيء أنت اكتبي على الكيسة اللي بتفرزنينه فيها. أتمنى وصلت الفكرة. كإضافة هنا شوحنا البصل والثوم حق الصوص، نضيف عليهم الطماطم ومعجون الطماطم وكاسين ماء. ثم نضيف عليهم اللحمة. شوحتها يعني دقيقتين على كل وجه أو 3 دقائق. ثم نضعها بالصوص ونتركها حتى تستوي من 20 دقيقة إلى أقل أو أكثر على حسب اللحمة اللي عندك. البهارات اختيارية، يعني أي بهار تبينه تحطيه معك. يعني سهل إنك تعرفين كمون، كزبرة، فلفل، يعني فلفل أسود أو أبيض، بريبيكا، أي نكهة تحطينها. هنا اللي بقى، يعني اللي بقى شوفوا فرزنته، اللي فرزنته بقى كمية، فحطيت هذه العلبة هذه اللي تسكر وبخليها بالفريزر لوقت ثاني، يعني يسهل عليك استخدامها، فما تستصعبون أي شيء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هنا استوت الكفتة بأسهل طريقة وأسهل مما تتخيلون. والله يا بنات كأنها اللي تجيبينها جاهزة، وكأنها أحسن وأنظف وأزين حتى من اللي تشترينها أو تاخذينها جاهزة. تاكلونها على خبز أو على مكرونة أو على كبسة أو أرز أو عيش، كل لهجته بالأكلات أو طريقة أكله الكفتة. كذا وخلصنا. أتمنى دعمكم، دعواتكم، اشتراككم، يعني ولا تنسون بعضكم من الدعاء، ولا تنسون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسون الصدقة. أيضا أوصيكم بالحوقلة أو كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.